السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ رمضان مبارك كريم. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم وصفه ديال سيجار بالكروفيت بواحد الطريقه اللي سهله ومبسطه. المهم كما كتشوفوا معايا في الفيديو، اول حاجه غنديرها غادي نوجد واحد شرموله، بحال الشرموله ديال الحوت. درت فيها قزبر مقطع، واحد الكميه مهمه ديال القزبر مقطع، ملحه، بزار، شويه ديال التحميره، الكمون، وواحد الكميه مهمه ديال الثوم مفروم. درت شويه ديال زيت الزيتون، تقدروا يعني ديروا زيت نباتي، وطلقت الشرموله ديالي بواحد شويه ديال الماء. المهم كتجي على هذا الشكل هذا، غادي نخليها على جنب، وغادي ندوز باش نصوتي لي كروفيت ديالي. خديت انا واحد المقله، درت شويه ديال زيت نباتي، زدت هنايا لي كروفيت ديالي اللي قطعتهم هكا على جوج. المهم هنايا النار خاصها تكون مرتفعه باش لي كروفيت ما يطلقوش من الماء. هنايا كنزيد واحد شويه ديال ديك الشرموله اللي كنت وجدت من قبل، زدت هنايا تقريبا واحد 2 معالق. المهم هنايا كنشحر لي كروفيت ديالي ميم با 2 ديال الدقائق حيت دغيا كيطيبوا. غنزيد هنايا شويه ديال صلصه الصوجا. صافي تقريبا هنايا لي كروفيت ديالي صافي طابو. غادي نزيد هنايا لي شامبينيون، واحد البواطه ديال شامبينيون اللي صفيتهم من الماء وقطعتهم قطع صغيره. غادي نزيد عليهم الثومه، واحد شويه ديال الشرموله. المهم هاد الطريقه كتجي براتيك، حسن ما كنبقاو نزيدو كل حاجه بوحدها، ملحه، بزهر، كمون. المهم هنايا المهم الطريقه عمليه. صافي من بعد ما وجدت لي الحشوه ديالي غادي نحطها على جنب، وغادي ندوز باش نوجد الشعريه الصينيه. خديت هنا واحد الطنجره، درت الشعريه الصينيه اللي سلقتها من قبل، صفيتها قطعتها ودرت لها شويه ديال الزيت باش ما تلتصقش ليا. صافي هنا كنزيد عليها ديك الكميه اللي كانت بقات ليا كامله ديال ديك الشرموله. كنحاول يعني نخلط مزيان باش كتشرب ليا ديك الشعريه الصينيه، كتشرب ليا هاد الشرموله هادي باش كتجينا هكا منسمه، ما تجيناش باسله. صافي كنزيد على ديك الحشوه ديال الكروفيت والشامبينون اللي كنت قاديت من قبل. صافي دابا كنحاول نخلط يعني هاد العناصر مزيان مع بعضياتها، وهنايا النار عندي مهيله. المهم كنحرك هكا حتى كتنشف معايا الحشوه، كتنشف تماما باش هكا ملي نعمروا لي سيجار ديالنا ما يتقطعوش. صافي هنا كنطفي عليها، وكنزيد هنايا واحد شويه ديال عصير الحامض. تقريبا انا درت هنا نص حامضه، وغادي نزيد هنا كذلك شويه ديال الهريسه اللي كتبقى اختياريه. انا ضفت انا غير شويه ما كثرتش حيت ما بغيتهمش يجيوني حارين. صافي هنا غادي نحاول نخلط مزيان باش يعني كتنسجم ليا العناصر. صافي مباشره غادي ندوز باش نعمرهم. عندي هنا الورقه ديال البسطيله، وعندي هنا الخليط ديال الدقيق والماء باش غادي نلصق السيكار ديالي. صافي بالنسبه للورقه انا غادي نقطعها على هذا الشكل هذا اللي كتشوفوا، تنقطع على 4 كيوليو عندي هكا على شكل مثلث. صافي وغادي نبدا نعمر لي نيم ديالي على هذا الشكل هذا. المهم البنات صراحه عمرت كل شيء حتى كملت الحشوه اللي عندي. المهم انا صورت معكم هذا الشويه هذا.
صافي انا غادي ندوز مباشره باش نقليهم. الزيت ضروري يكون سخون. كما انكم يعني تقدروا ديروهم هكا دهنوهم بصفار بيضة، شويه ديال الصوجه، صافي وكتدخلهم للفران، النار من الفوق ومن التحت 180 درجه. انا هنا المهم قليتهم. بالنسبه للطياب ديالهم، المهم انا هذه الطريقه المعتمده عندي، كنبقى نقلبهم هكا اشاك فوا حتى كيتحمروا، كتيجيو مكرملين وما تطرطق ليناش، ما تتحليناش ديك الورقه. صافي هنا تقريبا راه طابو. مباشره كمي تنحيدهم وهما باقيين سخان، تنزينهم بشويه ديال الفرomاج احمر وشويه ديال البافو. كانت هذه هي الفيديو ديال اليوم. بالصحه والراحه، الى فيديو قادم ان شاء الله.